الشاشات الإلكترونية دلوقتي سواء كانت آيباد أو تابلت أو تليفون أصبحت منتشرة جدا جدا، وجزء لا يتجزأ من حياتنا. أصبحت كمان موجودة في كل مكان، سواء موجودة في البيت أو في المدارس أو في الجامعات أو في أي مكان. أصبح العصر كما يقال عليه العصر الرقمي. والحقيقة احنا ما ينفعش نتجاهل أبدا أصغر الفئات اللي بتتعامل مع الشاشات دي، سواء بيتعاملوا معاها في البيت أو في المدارس. الأطفال الصغيرين والمراحل العمرية الصغيرة، والحقيقة أصبحت جزء كبير جدا من حياتهم، وأصبحوا متمسكين بيها جدا ومتأثرين بيها جدا، لدرجة وصلت عند بعض الأطفال للإدمان، إنه مش قادر يسيب التليفون من إيده أو الآيباد ومرتبط بيه جدا جدا. خليني أقول لكم الأبحاث قالت إيه عن الموضوع ده. أبحاث حديثة قالت إن الأطفال اللي بيقضوا وقت طويل جدا قدام الشاشات وهم بيتفرجوا عليها بيتعرضوا لمخاطر جسيمة جدا على صحة عيونهم. التركيز المستمر على الشاشات، سواء كان بيلعب أو حتى بيتفرج، بس بيتفرج وبيسمع، بيجعل عضلات العين تعمل بجهد أكبر من المعتاد، وده بيرهقها جدا جدا. الأبحاث أشارت كمان لنقطة مهمة، إن الموضوع مش مقتصر على جهد العين فقط أو التعب الجسدي أو الصحة البصرية فقط، بل ممتد كمان للجانب النفسي. إزاي؟ أشار الباحثون إن الوقت الطويل اللي بيقضيه الأطفال على الشاشات بيأثر سلبي على تواصلهم الاجتماعي وقدرتهم على التفاعل مع الآخرين في العالم الواقعي، لأن هم ارتبطوا بعالم افتراضي. التأثير ده بيعمل إيه؟ بيعزز من شعور العزلة عندهم، وبيؤدي لتقليل الاهتمام بالأنشطة الاجتماعية والتفاعلات الإيجابية، وترجع الأم تقلق وتخاف وتشتكي إن ابنها أو بنتها مكتئبة أو انطوائية، ما بتتكلمش مع حد، أو متأخرة في الكلام، أو معدل تركيزها أقل. كل التفاصيل دي بتبقى راجعة، أو الشكاوى دي بسبب جلوس الأولاد أمام الأجهزة أو الشاشات الإلكترونية فترات طويلة.